ما تيجوا نعمل كده مع بعض صينية كيكة هشة وجميلة وعاملة زي النايتي، بجد مش هتفرقوها عن النايتي اللي بتباع في المحلات. هشة وطرية وكمان مرتفعة. انا عايزة اقول لكم الصورة كمان ظلموها. بصوا الجمال، ما شاء الله، كمية كبيرة قوي من كوبايتين ونص من الدقيق. وعملتها كمان بالكلامنتينا او معرفش بقى كل بلد بتسميها ايه، اكتبولي بقى في الكومنتات. كان موجود عندي في التلاجة وهيبوظ عندي وطري كده والولاد مش راضية تاكله. عملت منه صينية كيكة محترمة قوي قوي قوي. نفسها بقى وريحتها مش عايزة اقول لكم، مالية ريحة الشقة كده، جميلة قوي. نفس البرتقال فيها باين قوي قوي. سهلة حتى لو انت مبتدئة او اول مرة تعملي كيك او نفسك تعملي كيك وخايفة بتهبط منك او بيقابلك فيها مشاكل. هقول لكم على كل حاجة وكل تكاتها واسرارها، بحيث ان انتوا تعملوا احلى صينية كيك ممكن تاكلوها. كله يشكر فيها. هشة جميلة مستوية. اقولك كمان تسويها ازاي، طريقة التسوية المظبوطة كمان، ازاي تطلع معاكي عالية كده وهشة وجميلة جدا. قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، يا ريت تشجعوني باجمل لايك وكومنت حلو كده، تنزلوا كده تصلوا في الكومنتات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوكل على الله وندخل على محتوى الفيديو. اول حاجة كده هجيب بولة واحط فيها كوبايتين ونص من الدقيق، وانخل الدقيق كويس جدا. عايزة تكسبي الكيك عشان تبقى معاكي هشة وجميلة، لازم تنخليه. حتى لو انت متأكدة ان الدقيق بتاعك نضيف، فلازم برضو تنخليه الاول، تنخليه مرة واتنين كمان. تمام، يعني اقل حاجة مرة. هحط الكوبايتين ونص دقيق، هنخلهم كويس جدا، واحط معاهم باكو من البيكنج باودر او البيكنج شيف، براحتك خالص. تمام. وهنخله برضو علشان لو موجود فيه اي تكتلات ولا اي حاجة برضو تنزل، وكمان رشة من الملح. التكاية دي مهمة جدا جدا علشان تاخدي نتيجة كويسة جدا وتبقى هشة معاكي. تمام. انا كان عندي شوية كلامنتينا كده بصراحة، كانوا عندي وطريهم خالص، والولاد مش هتاكلهم وكانوا هيبوظوا عندي. قلت لهم انا هعمل لكم بيه احلى صينية كيكة، ومش هنرمي اي حاجة في الظروف اللي احنا فيها ديت. هتجيبي الكلامنتينا كده وهتبدأي، معرفش بقى انتوا بتسموها عندكم بقى ايه يعني. شوف كل بلد بقى بتسموها عندكم، احنا هنا بنسميها كلامنتينا. تمام. هبدأ ان انا اقطعها كده، وهبدأ ان انا اشيل اي بذرية فيها كده. ولو انت نسيتي فيها بذرية ولا حاجة ولا كام بذرية كده عادي، ما تخافيش، احنا كده كده في الاخر بنصفيها. واعملها كده بقشرها. لا يقول لي هتمرر، اقول له ابدا والله والله ما هتمرر نهائي نهائي، ولا سنة مرارة حتى من بعيد. هتبقى ريحتها برتقان جدا، مركزة قوي قوي، وطعمها تحفة ولونها جميل جدا. من جوه مديك اللون الاصفر بتاع البرتقان دون، كمان ريحتها بتبقى في منتهى الروعة. بصراحة من أحب الكيكات على قلبي أي كيكة فيها برتقان، أحسن من كيكة اللبن كمان، دي بالنسبة لي أنا يعني. وكمان هتبقى طعمها جميل، نفسها حلوة، هتبقى هشة معاكي قوي. هبدأ ان انا اقطع كام واحدة كده بقشرها. انت بقى، انا كان معايا حوالي تقريبا 8 صغيرين، يعني هما حجمهم اكبر قد البيضة مثلا كده، الكبيرة كده، يعني مش كبار، يعني حجمهم صغير قوي. وكمان كانوا طراي معايا علشان خاطر زي ما قلت لكم كانوا هيبوظوا عندي، فانا عملت بيهم صينية كيك، بس بصراحة في منتهى اللذاذة. طبعا انا مش هحط كل الكمية كده بقشرها، انا هاخد نص الكمية بس واحطها بقشرها، والنص تاني والتاني هبدأ ان انا اقشره واشيل البذر منه كده واقطعه، وهبدأ ان انا احطه تاني في الخلاط. وهقول لكم بقى على بقية التفاصيل، بس يا ريت ما حدش يجري الفيديو واسمعوا الفيديو للنهاية، في تفاصيل وتكات مهمة جدا. طبعا انتوا عارفين ان القشرة بتاعتها بتبقى رقيقة او كده، هتبدأي بقى تشيليها بالسكينة بايديكي بأي حاجة. قشرتهم كلهم علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. وهبدأ ان انا افتحهم كده، اطلع منهم اي بذرية موجودة فيهم. طبعا زي ما انا قلت لكم فهي طرية. انت بقى لو عندك بقى الكلامنتينا ديت حجمها كبير، ممكن تعملي 4 أو 5 بس، تحط 2 بقشرهم، والباقي تقشريه وتعمليه تفصصيه كده وتطلعي منه إيه، اي حاجة موجودة في اي بذر ولا اي حاجة. طبعا حطيتهم في الخلاط، هحط عليهم نص او ربع، يعني بعد الربع بشوية كده كوباية من المية او نص كوباية مية، هضربهم كويس جدا في الخلاط. وهبدأ اجيب مصفى واصفيهم كويس جدا علشان اي طفل اي قشر اي بذرية ما تنزلش، انا عايزاها كده بيور. تمام. المهم كل الكمية ديت هتعمل معايا حوالي كوباية كوباية وربع. انا عايزة مش اكتر من كوباية كوباية وربع.
تمام. لو الكمية عملت معاكي كوباية واحدة بس وحسيتي ان انت بعد ما حطيتيها على الخليط حسيتي ان هي مثلا بعد ما تحطها مع الدقيق بقى والحاجة وحسيت ان هما شوية او الكيكة يابسة معاكي كده مهاش سرحة كده وكويسة، ممكن تزودي شوية مية عادي، مفيش اي مشكلة على الكيك وتبدأي تاني تضربي. انا عملتها كده، حطيتها تاني في الخلاط، رجعتها في الخلاط بعد ما صفيتها كويس واحط عليها بيضتين. انا مش هعملها باكتر من كده. انت بقى عايزه تزودي عدد البيض براحتك خالص. انا حطيت بيضتين والبيض اللي معايا كان بلدي وكمان كان حجمه صغير مش حجمه كبير. طب لو انت عندك بيضه واحده ممكن تعملي بيها، ايوه ممكن تعملي بيها. لو هي بيضه حجمها كبير ممكن تعملي ببيضايه واحده بس. هو احنا بنعتمد على هنا على ايه؟ البيكنج باودر، وان انت تقلبي صح وتطلعي، ما تطلعيش الهواء والفراغات من الكيك علشان خاطر ما تهبطش منك، والتسويه المظبوطه تمام. حطيت حوالي نص كوباية من الزيت وكوباية ونص من السكر، وده سكرها كده مظبوط جدا. طبعا ورشة الفانيليا ما تنسوهاش مع البيض، ومعلقة من الخل بس ممكن ما تكونش جات في التصوير. ضربتهم كويس جدا جدا لغاية ما السكر داب تماما وتأكدت ان هو داب تماما. طيب اللي ما عندهاش خلاط ممكن تعمله كده بالمضرب لغاية برضو ما السكر يدوب معاكي تماما والخليط يبقى هش كده معاكي ويبقى لونه فاتح. طبعا حطيته على الخليط اللي هو الدقيق والبيكنج باودر، وهبدأ ان انا اضرب في اتجاه واحد، وده مهم جدا جدا جدا. لو رجعت بالمضرب تاني كده خرجتي كل الهواء وخرجتي كل الهواء اللي فيه، وهيهبط معاكي في الفرن ومش هيبقى فيه اي هواء خالص ومش هيبقى مظبوط معاكي. انا بضربها لغايه ما الدقيق يروح بس في اتجاه واحد، افضل اضرب كده في اتجاه واحد ما رجعش ايدي تاني. تمام. كان معايا بقى صينيه ودهنتها ديت، اكبر صينيه في طقم الصواني، دهنتها كده بالزيت وحطيت فيها. طبعا معلش بقى انا عايزه اقول لكم التصوير هنا ما كانش مظبوط. المهم يعني دهنتها بالزيت وحطيت فيها الخليط وبدات ان انا احطه فين؟ في الفرن على درجة. طبعا انا كنت مسخنه الفرن من قبلها ب5 دقايق من اول ما ضربت الخليط في الخلاط. وانا قبل ما اضربه في الخلاط كنت بدأت ان انا اولع الفرن على درجة حرارة 180. بحطها رف اوسط على درجة حرارة 180، ما افتحش عليها خالص. اول بقى ما اشم ريحتها كده بدأت تطلع عادي ممكن افتح عليها واختبرها بخله كده، خله اسنان او سكينه رفيعه او اي حاجه. لقيتها طلعت من غير عجين ولا اي حاجه واستوت كده بقت تمام معايا خالص. او لو الحراف بتاعتها اصفرت من الحراف اطفي من تحت واولع الشوايه دقيقه بالظبط وانا واقفه كده، لغايه ما تاخد معايا اللون واطلعها. وطبعا بردت يا دوب كانت لسه كمان دافيه وقطعتها علشان التصوير عشان اوريها لكم. وكل ما بتسيبيها بتبقى احلى واحلى، ما تقطعهاش الا بعد ما تبرد خالص. بصوا قدين معايا هشه جميله جدا عامله زي الجاتو، بجد طعمها تحفه جدا. انا عايزاكم تجربوها، وبالله عليكم اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يحط اللايك بالله عليكم عشان كله يستفاد من الفيديو. بجد انا عايزه اقول لكم هشه وطعمه جدا جدا وريحتها روعه قوي قوي قوي. فانت لو عندك شويه سفندي شويه كلامنتينا برتقان اي حاجه ما ترموهوش، اعملي بيه احلى صينيه كيك تعشي بقى تغدي افطري بيها، حاجه في منتهى الجمال. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.